مساء الخير عليكم. النهاردة هنقدم وجبة فاكهة جميلة للأطفال وهي التفاح بالموز. وزي ما احنا شايفين عندنا ثمرة تفاح وثمرة موز. بنجيب التفاح نغسله كويس ونقطعه بالشكل ده لأننا هنسلقه بالقشر علشان الطفل يستفيد بالفوائد الموجودة في قشر التفاح. في ناس بتحب تقشره وتسلقه وبعدين تهرسه للطفل. أنا بصراحة بحب أقطعه كده وبسلقه وبعدين بقشر القشر وبيبقى سهل جدا انه بيطلع معايا. وبعدين هنحطه في مية على نار متوسطة، وطبعا هقدر اضيف نقطتين عصير ليمون على التفاح اثناء السلق علشان ما يسودش وده بدون اي قلق. ودلوقتي بعد ما استوى التفاح هنقشره. زي ما احنا شايفين التفاح اتقشر معايا بكل سهولة، ده شكله بعد التقشير. نقدر دلوقتي نهرسه بشوكة عادية جدا وهيبقى سهل جدا. زي ما احنا شايفين التفاح اتهرس بكل سهولة وده شكله بعد الهرس. ممكن نقدمه كده في الاول وبعدين اجرب مع الطفل الموز. لو اتأكدت ان الموز مش بيسبب لطفلي حساسية خالص ولا فيه بيعمل اي مشاكل لطفلي، اقدر اقدم جدا للطفل وجبة التفاح مع الموز. اجيب قطع موز كده واقطعها على التفاح وابدأ اهرسها وبتبقى جميلة جدا ولطيفة قوي. الطفل بيحب الموز قوي على فكرة، كل الاطفال بتحب الموز. ونهرسها بالشكل ده، يفضل تبقى قبل الاكل مباشرة عشان الموز بيسود برضو. ودلوقتي بقى عندنا وجبة موز بالتفاح مفيدة جدا وغنية نقدمها للطفل. طبعا الكميات دي كبيرة، زي ما تعودنا قبل كده قلنا ان احنا بنقسم الكمية في علب او يعني حاجات مخصصة للأطفال، سواء ازاز او بلاستيكات تنفع لحفظ الطعام في التلاجة، وبنقدمها للطفل كل يوم وبنشيلهم يعني. ما بنديش للطفل الكمية دي كلها، وكمان علشان ما اخسرش الكمية دي كلها انا باخد منها جزء في طبق منفصل اقدمها للطفل، والباقي بشيله بحتفظ بيه. كل يوم بديله جزء ماكسيمم. اقدر احتفظ بالطعام في التلاجة لمدة 3 ايام، يفضل يعني مش اكتر من كده علشان يفضل الاكل يبقى طازة للطفل. وبالهنا والشفا. لو عجبك الفيديو دوسي سبسكرايب او اشتراك للقناة عشان توصلك باقي الفيديوهات.